السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وينعاد عليكم بالخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض يعني وصفة كده سهلة وسريعة وبسيطة ومش مكلفة خالص. من مكونات بيتك هتقدري تعملي بسكوت، بسكوت العيد. طيب احنا هنعمله ان شاء الله المرة دي بكيلو دقيق. تقدري طبعا تزودي الكمية حسب ما انت عايزة، المهم ان احنا هنعمل مع بعض كمية تنفع لكيلو دقيق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاول دعموني كده باشتراك في القناة ولايك للفيديو، ومستنية كومنتاتكم على الفيديو ده لو عجبكم. ما ننساش طبعا واحنا شغالين نصلي على النبي باستمرار عشان الحاجة تطلع جميلة معانا. نسمي الله كده يا جماعة. بصوا هنا عندي ايه. عندي هنا المكونات اللي انا هحتاجها. انا عندي كوبايتين الا ربع من السمنه، انا هعمله معاكم بالسمنه. عندي هنا 3 كوبايات الا معلقه كبيره من السكر البودره. تمام. عندي هنا كيس فانيليا. عندي 4 بيضات بحراره الغرفه عادي. عندي رشه ملح. عندي طعم برتقان او نكهه البرتقان. عندي كيلو دقيق، وعندي معلقه ونص بيكنج باودر كبار. الاول نخلط المكونات السايله مع بعضيها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده نبتدي نسمي الله. اول حاجه يبقى عندي السمنه، كوبايتين الا ربع من السمنه. طول ما احنا شغالين برضو هفكركم بالمكونات معايا، ما تسيبيش حاجه. كده كوبايتين الا ربع من السمنه عندي. هنزل بقى عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ب3 كوبايات من السكر البودره الا معلقه كبيره. واحنا شغالين برضو هفكركم بالمكونات باستمرار. هنبتدي بقى نضرب المكونات اللي احنا حطيناها. يبقى احنا حطينا ايه؟ حطينا كوبايتين الا ربع من السمنه، سمنه عادي. لو عايزين تعملوه بالزبده برضو براحتكم، انا قلت لكم ان هي مكونات البيت، فطبعا كل بيت فيه سمنه. و4 كوبايات الا معلقه كبيره من السكر البودره. السكر البودره يفضل طبعا ان انت تنخليه قبل ما تحطيه في المكونات دي. هضرب كويس جدا يا جماعه لحد ما القوام عندي يكون كده ايه. هوريكم الشكل بتاعه. يعني قصدي مفيش مده معينه خالص الضرب، بس اهم حاجه ان الحواف دي افضل اخدها معايا وانا بضرب الكميه بتاعتي. بصوا كده معايا، هو ده القوام المطلوب، يعني عامل زي كده ايه كريم شانتيه. لو عندك طبعا مضرب كهرباء يكون اسهل معاكي بكتير. طيب انا عندي هنا ال4 بيضات. هبتدي انزل ببيضه بيضه بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل كده ببيضه بيضه يا جماعه. اول بس مع اول بيضه احطها عشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره. ابتدي احط كيس من الفانيليا. تقدري تحطي طبعا الفانيليا السايله مفيش اي مشكله. ابتدي كده اضرب لحد ما الاقي ان البيضه معايا راحت. اخد من الجناب اخد كده من الجناب كويس. ابتدي انزل البيضه التانية. انا هحط 4 بيضات، كيس فانيليا واحد على ال4. اني انا كده كده هحط الريحه اللي انا عايزاها، اللي هي ممكن تحطي برتقال، ممكن تحطي جوز هند، براحتك برضو. لو مش عايزه تحطي مفيش اي مشكله. برضو البيضه خلاص راحت. هبتدي انزل بتالت واحده. يلا بسم الله. تختفي تماما انزل باخر بيض. تمام. هنزل باخر واحده بسم الله.
لو عندكم مضرب كهرباء طبعا بيكون اسهل واسرع بكتير. ناخد كده من الاطراف عشان نتاكد ان كل حاجه اندمجت معاك. شايفين القوام هش ازاي؟ هحط بقى عندي هنا طعم من الاطعمه، تقدري طبعا تحطي، تقدري تستغني عنه، دي اختياري. انا حطيت طعم برتقان علشان يطلع معايا كده ريحته برتقان وشكله كده اورنج شويه. ابتدي اقلب بقى كويس. في اطعمه كتير قوي تقدري تحطيها، فانيليا، موز، برتقان، جوز هند، براحتك. تقدري برضو تستغني عنها، مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده خلاص القوام عندي بقى كريمي قوي. بصوا شبه الكريم شانتيه، بصوا جميل قوي. كل المكونات اتجانست مع بعضيها وكله تمام وخدت الاطراف. هبتدي عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا معلقتين كبار من حليب يعني بدرجة حرارة الغرفة، تمام. هحط عليهم معلقة صغيرة من النشادر، هحط عليهم معلقة صغيرة من النشادر، معلقة صغيرة من النشادر، وهقلب بسم الله الرحمن الرحيم. قلب كويس، تحس ان هي ايه بتطلع معاكي كده، يبقى كده مظبوطه. شايفين حسيتها ان هي طلعت معايا ازاي؟ يبقى كده تمام. هبتدي انزل بالخليط اللي معايا ده على الخليط بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم. تحس ان هي بتفور كده، وارجع اقلب مره تانية لحد ما القوام يدخل في بعضه. بص كده بعد ما حطيت خلاص كل المواد الجافه اللي عندي، شايفين القوام ازاي حلو وهش. نبتدي بقى نجيب عندي المكونات الجافه بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا كيلو من الدقيق، احط عليهم رشه صغيره كده من الملح عشان يظبط معايا السكر. هحط عليهم معلقه ونص كبيره من البيكنج باودر. هقلب كويس لحد ما المكونات الجافه دي تدخل مع بعضيها. خلاص كده كل المكونات الجافه بقت جاهزه عندي. ابتدي انزل شويه بشويه على الخليط بتاعي السائل. حاولوا ان انتوا برضو وانتوا بتعملوا البسكوت، وانا كده كده مظبطه الكميه على كيلو، لكن ما تنزلوش بالكميه كلها، يعني حاولوا تنزلوا بنص الكميه، وبعد كده بقى ايه زودوا شويه بشويه، تمام. كده هنزل بكام كوبايه وكام معلقه، وابتدي اقلب وارجع اقلب تاني بسم الله. طيب انا دي بس هستغنى عن اي آلة انا يعني بستعملها حاليا عشان انا مش عايزاه يبوظ معايا. انا يعني دلوقتي هلم بس مش هعجن، فاهميني؟ انا هلم بس معايا العجينه حاليا، فمش هستخدم اي آلة علشان العجينه تطلع معايا مظبوطه. انا مش بعجن يا جماعه البسكوت، انا بلمه بس مش اكتر. خلاص كده هستغنى عنها. ابتدي كده بسم الله زي ما انتم شايفين، مش بعجن خالص، انا بلم الكميه بتاعتي، ارجع ازود. وبكده العجينه اتلمت معايا. عايزه اقول لكم ان انا استخدمت كميه الدقيق كلها. انا مش بعجنها يا جماعه زي ما قلت لكم، انا بس بلمها، تمام. لو فيها اي يعني حته ما اتعملتش انا مش بعجنها، انا بلمها بس. انا عايزه اوريكم كده، بصوا العجينه معايا عامله ازاي، بصوا كده حلوه قوي يا جماعه، غير ان ريحتها تحفه. بصوا عامله ازاي معايا. طول ما انا شغاله يفضل طبعا اني انا احطها في كيس او اغلفها، تمام. نبتدي بقى كده نجيب مكنه زمان معانا، يلا.
اهي عندي عجينة البسكوت زي ما انتم شايفين كده، افضل مغطيه عليها طول ما انا شغالة. عندي المكنة بتاعتي اللي هي القديمة دي، لو فاكرينها طبعا دي احسن مكنة تعمل بسكوت يا جماعة بصراحة. هبتدي كده، عندي طبعا هنا صينية ألمونيوم مدهونة كده دهنة سمنة، تمام، حاجة بسيطة اهي علشان برضو ايه البسكوت ما يتحرقش معايا من تحت. هبتدي علشان بقى اعمل العجينة واشكلها كويس. يلا معايا، هبتدي بقى كده الف المكنة بتاعتي. بصوا يا جماعة كده شكل البسكوتة معايا بقت جميلة ازاي، بصوا تحفة يا جماعة. نبتدي ناخد واحدة تانية، يلا بسم الله. نضف طبعا المكنة واي حاجة بتنزل بنحطها تاني. انا حطاه كيس تحتيها، تقدري طبعا تحطي طبق كيس اللي انت عايزاه. وابتدي الف مرة تانية، اضغط كده على العجين من فوق في المكنة بتاعتي عشان تنزل معايا البسكوت بسهولة. يلا بسم الله. طول ما انا شغالة اضغط على العجين تنزل معايا البسكوت بسهولة جدا. شايفين الجمال؟ شايفين؟ طبعا لو باظت منك او اتفتفتت منك تقدري ان انتي تحطيها عادي مرة تانية وتعمليها. طيب نبتدي بقى نكمل الكمية. شايفين كده يا جماعة الجمال؟ بصوا كده، شايفين البسكوت عاملة ازاي؟ بصوا تقدروا طبعا تشكلوا الاشكال اللي انتوا عايزينها في المواسي اللي هي معاكم او المكنة اللي انتوا بتستخدموها، او الشكل اللي هو بيبقى في الكيس حلواني ده برضو بيطلع جميل. عايزه اقول لكم ان الريحه تحفه من قبل ما يدخل الفرن. هبتدي كده اكمل كل الكميه اللي عندي قبل ما ادخل الفرن. ورجعنا لكم كده يا حبايبي بعد طبعا ما عملت كميه البسكوت الكيلو. شايفين رامي معايا قد ايه؟ شايفين؟ بصوا كده عايزه اقول لكم كميه كبيره قوي بسم الله ما شاء الله. طبعا يعني رامي معايا كتير اكتر ما كنت اشتريتيه من المحل ومش هيرمي معاكي الكميه دي. طبعا انت لما تشتريه من المحل هتشتريه غالي ومش هيطلع معاكي بالحلاوه دي. عايزه اقول لكم ان شكله شكل يعني بتاع المحلات بالظبط. بصوا كده، بصوا كده من ورا، شايفين اللون ده، اللون الذهبي الجميل ده؟ بصوا الريحه تحفه. بصوا عملت شكل تاني برضو، بصوا واحلى من المحلات. شايفين الشكل ده برضو؟ بصوا تعالوا كده نفتح اي واحدة كده مع بعض. شايفين دي؟ بصوا من ورا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القطم اصلا عايزه اقول لكم يعني هش من بره، وبصوا من جوه عامل ازاي برضو. تحفه يا جماعه. وكل اللي انتوا شايفين ده قدامكم من الكيلو اللي انا عملته. بس الصينيه دي كلها من الكيلو اللي انا عملته. كيلو الدقيق رامي معايا كل ده. يعني انا اصلا رصه تحت بعده. بصوا كده كام واحده؟ دي واحد، دي اتنين، تلاتة، اربعة. شايفين؟ يعني اربعة. نفس الحوار هنا اربعة. بصوا بسم الله ما شاء الله. الكيلو رامي معايا كتير قوي. بألف انا على قلوبكم وجربوا الوصفه دي هتحبوها جدا وهتلاقوها سهله وبسيطه ومش بتاخد منكم اي وقت. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه. اشوفكم فيديو جديد. ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناه ولايك للفيديو، ومستنيه كومنتاتكم على الفيديو بعد ما تجربوا الوصفه. مع السلامه.